سلام، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيت وجبت لكم عجينة الصابلي الرائعة. عجينة ما تتكمش، ما تتقلص، ما تشقق، عجينة مثالية. وزيد المكون السحري بتاعها الفلان يعطيها لون وطعم رائع. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، تابعوني وديروا لي جيم واشتراك في قناتي وكومنتير شباب كيما نتوما. وأيوا نشوفوا العجينة هذه وش تسحق مكونات. باش نديرو العجينة نحتاجو باطا فلان تاع نوارا فاني، 2 حبات بيض، علبة تاع ماغارين تاع رطل. انا اخترت لابيل تخرج مثالية في الكاطو تاع الصابلي باسكو ثقيلة وما فيهاش الماء. نديرو رطل تاع الماغارين، اللي حبت تقسم الكمية تقسمها على 2 واللي حبت تضعفها تضربها في 2 مكونات في 2. نديرو 2 حبات تاع البيض. انا من الاحسن نشوف لما نكونوا نخدموا في كاطو العيد في الدار نستعملوا هكذا كونتيتي رمنو. ونديرو قرصة ملح. الملح ضروري يبرز طعم المكونات. نديرو علبة الفلان تاع نوارا فاني. انا نستكفي بالسكر الموجود في الفلان باسكو حندير الصابلي تاعي محشي، ونزيد نديرلو كلاصاج شوكولا من الفوق. يعني السكر يولي، ننصحكم ما تكثروش السكر في العجينة. السكر الموجود في علبة الفلان تكفي. نخلطو مليح العجينة، نفتحو الماغارين مليح وتكون خارجة من الثلاجة، المكونات كامل تكون بيتة برا الثلاجة على الأقل. هنايا بعد ما تحصلنا على كريمة هكذا نحركو مليح حتى نتحصلوا على كريمة، نتحصلوا على الخليط تاعنا كيما الفرمادة هكذا، يعني يكون متجانس ورطب. نبداو الآن نرونو فيه بالفرينة. سر الصابلي أنه ما يتكمش أنه تكون الفرينة مغربلة. نغربلو الفرينة تاعنا ونزيد عليه كيس خمارة، كيس واحد 10 غرام. في 2 بيضات نديرو كيس. نغربلو الفرينة تاعنا ونلمو العجينة. الفرينة ما تقدريش تقدريها نقولوا كل فرينة كيف تتشرب. كاين اللي عندها بيض صغير، كاين اللي عندها بيض كبير، يعني تبقي تلمي حتى تحصلي على عجينة طرية. أنا بهذا عدت لي حوالي رطل ونص رطل فرينة، يعني رطل فرينة زائد نص رطل تاع فرينة. هنايا بعد ما تلمينا العجينة بالأنامل تاع الأصابع باك ما نعجنوهاش عجينة الصابلي، تحصلنا على هذه العجينة الطرية اللي تهبل تخرج لك القاطو تاعك مثالي. شوفوا كيفاش دايرة، يعني عجينة رائعة، ننصحكم بيها، إن شاء الله تجربوها، عجينة روعة. استنوني في الفيديوهات القادمة راح نشكلوا العجينة مع بعض.